اهلا بيكم اخويا وابويا والمجتمع كله. احنا ازاي بنغتال اطبائنا؟ الفيديو ده بعنوان اغتيال اطبائنا. اطبائنا هم ابنائنا وبناتنا اللي كانوا حلم كبير لكل اسرة انه يكبر ويتعلم ويحرم نفسه من كل متع الدنيا وهو طالب. واهله يدفعوا دم قلبهم لمدة 7 سنين في الجامعة و3 سنين ثانوية عامة، وقبل كده 3 سنين اعدادي و6 سنين ابتدائي، في ظل قصور نظام التعليم المصري وفي ظل المعوقات الكبيرة. إلا أن مصر بتخرج أفضل أطباء، ربما يكون أفضل أطباء في العالم، فكيف يتم التعامل معهم وكيف يتم اغتيالهم؟ بداية يبدأ الطبيب بأحلام كبيرة بالخمسة عين زي ما كانوا بيقولوا، أو بأن هو يبقى ملاك الرحمة ويخفف الألم على الناس، وما أن يتخرج يواجه بفترة الجيش اللي بتبقى فترة مدمرة في حياة كل شاب، بدلا من أن تكون فترة للإعداد المجتمعي تتحول إلى مقبرة للكرامة ومقبرة ظروف السيئة وطريقة التعامل مع الجنود اللي هو دايما قيادات الجيش بتحاول تعدل فيها وتغير فيها. لكن طول ما في حاجة اسمها وصولات وناس عندها مركبات نقص، فلا يوجد تعامل جيد مع الجنود، وخاصة جنود المؤهلات العليا، لأن هذه الفئة وإن كان البعض منهم قليل يعني يتعاملون بسادية مع حملة المؤهلات العليا وخاصة الأطباء والمهندسين. بعد أن يفرغ يا عزيزي من هذا، عليه أن هو يروح التكليف أو يروح يشتغل في مستشفى نائية. إذا كان من الدقهلية فبيروح الصعيد أو بيروح سينا، وإحنا في جنوب سينا بيجي لنا ناس من كفر الشيخ ومن المنصورة، من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، شباب في عمر الزهور وداخلهم طاقة تحطم الجبال، طاقة للبناء وليست للتحطيم. فيفاجأ الشاب بعد الحلم وبعد المثابرة وبعد السهر ان هو بيعمل في مستشفى في ظروف صحية وظروف نفسية سيئة للغاية، مرتب متدني، لا يوجد سكن ملائم لهذا الطبيب المغترب أو هذه الطبيبة المغتربة، لا يوجد إمكانيات في توافر الدواء أو توافر معدات التشخيص، في ظل حالات صعبة بتواجهه. أرى الإحباط دائما في أعين شباب الأطباء، لأنهم يتركون هكذا بلا أي نوع من المساندة، سواء المادية أو المعنوية أو العلمية، ومطالب إن هو ياخد نايت شيفت، ومطالب إن هو يقعد ويتغرب في مقابل غير مجزي ولا مرتبات تحدد كرامة. وحتى بدل العدوى، هذا الطبيب الذي يتعامل مباشرة مع المرضى بكل ما يحمله سواء كوفيد أو أي مرض معدي، بدل العدوى مخزي جدا. ونحن كمجتمع نساعد أيضا في هدم أطبائنا. أنا لما يكون أخويا أو ابني تعبان بتوقع أن يبقى في حل سحري وعصا سحرية علشان اخد الخدمة الواجبة وطيب اخويا، ولكن ليس من بين هذه الاساليب المشروعة والامال المشروعة اني اهين طبيب او اتحدث معه بوجه غير لائق. هذا سبب من اسباب هجرة اطبائنا وكوادرنا الى الخارج، اضافة الى ما قلته سابقا، فمهنة الطب فقدت قدسيتها عند لحظة غضب او لحظة كبر، او مريضة تقول دكتورة هز طولك وقومي قيسيلي الضغط، وكأنها شغالة عندها سادية من المواطن. وقد يكون بعض الأحيان غضب مسبب، ولكن من يحمي الطبيب؟ لو أنا نجار مش طبيب وأهانني مواطن أو أهانني، هجيب النجارين وأطلع أطلع روحه واضربه. لو انا صعيدي بشتغل وببني وجاء حد زبون اتنك عليا او شتمني او اهني، هلم بقية الصعايدة وهطلع اعمل عركة. فمن ينتصر للطبيب؟ هذه واحدة. اما الآفة الثانية التي انتشرت في المجتمع، هذا الموبايل وهذا الانترنت العاطل والباطل. الكل دلوقتي بدأ يتصيد، والكل بدأ ان هو يمسك الكاميرا ويصور حيث لا يجب ان يصور، وتصوير الاخرين
فهو في يضع من يقوم بالتصوير بدون إذن تحت طائلة القانون انتهاك الحرمة الشخصية. ومن هنا أتحدث عن الواقعة التي حدثت في دهب ولا أعلم أطرافها، ولكن هناك فيديو لأخت يبدو أنها في حالة تنمر وكيد النساء، قد أخرجت إحدى الطبيبات الشابات في أثناء النايت شيفت وصورتها في وضع لا يجب أن تكون فيه الطبيبة، ولكن هناك آليات لمحاسبة الموظف العام موجودة ويجب احترامها، ولكن لا يجب استخدام سلاح الإنترنت للتشهير والاغتيال المعنوي مننا لبعضنا. وشكرا.